السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى كده معايا النهارده نشوف فرش عروستنا. القمر دي بجد كان فرش ممتاز جدا وكان كله بسيط وهادي كده. من اول ما بندخل من باب الشقة بيكون فيه النيش وكمان البار والترابيزة دي ما كانش عندها ترابيزة سفرة، وكانوا جايبين دي للمطبخ، فالمطبخ ده حطوها كده في الصالة. ما شاء الله كانت حاجتها جميلة، وحاجة النيش زي ما أنتم شايفين كده كانت جميلة جدًا، جدًا، وحاجتها منظمة وكانت سهلة وبسيطة. النيش كان كله عبارة عن ضلفتين وسايب كده في بعضه، وكان رقيق بجد وجميل. وكمان معانا هنا كده ده البار، برضك البار من النُص اللي عجبني فيه إن هو كان إزاز. حطينا فيه كده بقية طقم الصيني. الحاجة بتاعتها كانت كلها يعني رقيقة كده وخفيفة. عايزة أقول له كمان إن الشقة دي كانت إيجار. دي كمان كانت حكمانة في الفرش أكتر، إن هم يعني مش كل حاجة بتتفتح، مش كل حاجة بتتفكِّك زي ما أنتم هتشوفوا معايا دلوقتي برضه في حاجات كتير، لإن طبعًا كانت الشقة إيجار وكانوا هينقلوا بعد الفرح بحاجات بسيطة، فطبعًا كنا بنفرش بقدر الإمكان إن إحنا ما نفتحلهاش كل حاجتها ونبهدلها معانا. دي كده كانت الصالة، والترابيزة دي زي ما قُلت لكم كانت جاية للمطبخ بس ما لقاش مكان فحطيناها هنا، وكمان التلاجة برضه ما شاء الله كانت كبيرة، ما نفعتش في المطبخ، يعني اللي فصّل المطبخ ما خدش مقاسها مضبوط. هنا بقى كده الصالون ما شاء الله، الله أكبر، كان لونه جميل جدًا. وطبعًا زي ما أنتم عارفين لمّا بتكون الشقة إيجار، يعني أي حد بيسكن في شقة إيجار ما بيقدرش يتحكم في الألوان بتاعتها، في الجبس والكلام ده، لإن هي طبعًا مش شقته. فلمّا بييجي ينقل بقى في شقة إن شاء الله، يعني الحاجات دي بتبقى مختلفة جدًا كمان في الفرش. بس هي الحاجة ما شاء الله كانت جميلة، وألوان الشقة كان العريس عاطي لها كده ألوان سادة، فكانت الحاجة كلها ما شاء الله، الله أكبر، ماشية مع بعضها. ده كده الصالون بتاعها كان فيه بابين، اللي هو الباب اللي فتح على الصالة، وكمان باب كده على السلم، اللي هي دي غرفة الضيوف. كان لونه هادي كده ولون جديد وجميل. هنا بقى خلاص هنبدأ بقى نطلع بقى من الأوضة دي ونبدأ ندخل على أوضة الأطفال، وكمان أوضة النوم اللي هي الكبيرة. زي ما انتوا شايفين هو لما جه العريس يدهن الشقة خلاها كده ألوان سادة، بحيث ان هي طبعا مش بتاعته، فايه ما بيقدرش كمان يتحكم في حاجة. يعني فاهميني. وهنا بقى كمان دي أوضة الأطفال ما شاء الله، لو أكبر، كانت جميلة جدا وحاجاتها كلها هادية. حتى كمان الستاير ربطناها بالشكل ده، ان ما كانش عامل لها العلية اقل من الجنب، فربطتها كده بالشكل ده، وطلعت كمان الشكل في الاخر جميل. هنا بقى كده دي الأوضة بقت حاجتها. السرير طبعا ما خدتهاش ان الحاجات كانت عالية، وزي ما قلت لكم هم ما فتحوش الحاجة زي ما بنفتحها كده ونرصصها في الدولاب علشان لما تيجي تنقل. هنا بقى سابوا كده الفوط، يا دوبك طلعنا لها على قد الاستخدام، والباقي فيه كراتينه، بحيث ان هي لما تيجي تنقل ما الحاجة ما تتبهدلش وتكون اتعفرت منها. هنا برضك ده فرش السراير زي ما انتوا شايفين، حاجاتها ما شاء الله بجد، لو كانت اتفردت كانت فرقت كتير جدا. الدولاب ده كان عبارة عن 3 دولاب بالشكل ده، فاحنا على اللي عرفنا نحطه جوه الدولاب حطيناه، والحاجات اللي حطيناها على ظهر الدولاب دي كانت كلها حاجات كبيرة جدا ما نفعتش ان هي تخش في الدولاب. يعني لما جينا نحطها طبعا الباب مش هيتقفل، لان هي كانت حاجات كبيرة وبارزة من الباب. وكان بقى السرير برضك يعني علشان الشقة كمان ضيقة، عنده سرير تحت السرير ده ومرتبته تحت السرير التاني، فطبعا هي ما شاء الله جاي لها السريرين، بس ما عرفناش نفرش غير سرير واحد. دي كانت كده معانا أوضة الأطفال. إيه ما شاء الله، يعني هي الشقة مش وحشة قوي، بس طبعا الشقة كانت ضيقة، فمش عارفة تفرد حاجتها فيها قوي. دي ما شاء الله الله أكبر، أوضة النوم جميلة جدا. إيه الخشب بتاعها ممتاز. والحاجة بتاعتها الألوان وكده كانت جميلة، وما شاء الله جايبة المفارش بتاعة الأطفال والأوضة الكبيرة زي بعض. كنت كاتبة لهم كده لف، وكاتبة الحرف والحرف بالحرف من العروسة والعريس كده الأول، وعاملة لهم البجعتين دولت. الحاجة كده كانت ماشية مع بعضها في الأوضة. وبرضك كده بالنسبة برضك للسراحة بتاعتها ما فردناش عليها حاجات كتير، وبقية الحاجة حطيناها في الأدراج، بحيث ان هي ما نبقاش مكركبين لها الدنيا وكده. لان ما شاء الله الادراج بتاعتها زي ما انتم شايفين كده، الادراج كانت غويطه وكبيره.
هنا بقى حطينا لها كده الفرش بتاع السراير اللي هتستخدمها، وبرضك في الأطفال حطيت لها برضك في السراحة. وكمان ده الدولاب بتاعها ما شاء الله كان كله مرايات، يعني حتى مبقتش عارفة أصور منه بسبب المرايات. هنا بقى حطينا لها الشتوي زي ما قلت لكم، أنا كنت مصورة الفيديو ده تقريبا في شهر 8. فطبعا بقى كنا في الصيف، فرفعنا الشتوي بتاعها كله كده فوق خروج وبيتي، وحطيت لها الصيفي كده بالشكل ده. حتى كمان في الجهة بتاع العريس عملنا نفس الطريقة برضو، حطيت له الشتوي بتاعه كله فوق، والصيفي كده وهدوم الخروج، حتى كانوش لسه جابوا بقية الهدوم بتاعته وكده. هنا برضو يعني ما شاء الله الله أكبر، حاجاتها كانت كلها جميلة. وده برضو اللي هما بيقولوا عليه العسكري، اللي هو زي الكومودينو بس طويل ده. لما تلاقي فيه لما تلاقي كده كل فيه بقية الفرش اللي كان موجود كده بقى. خلاص خلصنا كده غرفة النوم الكبيرة. هندخل بقى دلوقتي كده بقى على المطبخ. عايزة اقول لكم ان انا مكملة فرش الشقة دي يوم الفرح الصبح. احنا كنا خلصناها، وكانت واقفة بقى على فرش السراير والارضيات، هي كان بس يا دوبك ده فيها، وكانت مامتها طالبة ان ما يتعملوش غير يوم الفرح الصبح. فكنا مخلصين الكلام ده يعني ايه ما بين العصر والظهر كده يوم الفرح ده. كده المطبخ بتاعها ما شاء الله كان خشب، بس كان جميل جدا ما شاء الله، خامته جميلة وشكله جميل بالشكل ده. دي كده في الداخلة عامله زي النيش كده في الوش بتاع في وش المطبخ. رصت لها فيه بقى الكاسات الزيادة وطقم الشربات، ما شاء الله الله أكبر، حاجاتها كانت جميلة. وعجبني فكرة النيش دي بجد، خدت حاجات كتير جدا. وهنا بقى ده الطقم بتاع الطباقة، وحطينا لها بقى كده كوبايات للمية وللشاي، وكوبايات برضو كده صغيرة. يعني بدأنا يعني كنا بنصنف لها من كل حاجة كده في الطباقة تحت ايديها، والحاجات اللي هي مش هتستخدمها بقينا نحطها على العالي. ده كده الفرن بتاعها. هنا بقى كده ده اللطقم الجرانيت. حتى بتهيألي انا من ضمن التصوير ما صورتش الجزء اللي تحت، وكان في حاجات كتير ما شاء الله جميلة. وبدأنا كده، يعني انا ما بحبش ان انا املى الرخام قوي، بس طبعا اي عروسة بتبقى جايبة حاجة بتبقى مامتها عايزة تفردها كلها، فبنفرد. وبعد الفرح طبعا باسبوع باتنين لما هي بقى بتبدأ تقف في المطبخ وكده، بتبدأ تعين الحاجات دي في الضلف تاني. هنا بقى الضلفة دي كده، دي كان هنا المكان ده اللي احنا حطينا فيه التربو ده كان مكان التلاجة. هي مكانها مظبوط، بس جينا ندخلها الطرقة اللي ما بين الخشب وبعضه، هي اللي ما دخلتش العرض بتاع التلاجة، لان كان عامل